ايه الفرق بين انواع العربيات دي؟ ايه الفرق بين الناس وبعضها؟ انت مين؟ نفسك ومنصبك هو اللي عامل لك قيمة والجامعة اللي تدرس فيها، ولا قيمتك بذاتك؟ بيقول لك تكلم حتى أراك. وزنه في الحياة بقيمة مهاراته. لما تروح لمدير الاتش ار هتلاقي بيقول لك الشهادة اللي انت خدتها حتى لو جايب امتياز اداك 15%، قاعد مستني يديك ال 85%. ايه هي ال 85%؟ هي السوفت سكيلز بتاعتك. سؤال: حد فيكم عاوز يركب عربية مرسيدس؟ حد فيكم عايز لامبورجيني؟ جاهز تدفع ثمنها؟ كلنا عايزين وبنحلم ومتغطيين على السرير، لكن ولا واحد رفع البطانية واتحرك. ده الفرق بين الحلم والهدف. الهدف بتحرك من مكاني وبروح ناحية الجون وبشوط شوطة في الثانية في الثالثة في الرابعة، حتى لو 999 شوطة في الآخر هحقق هدف أنا عايزه. كم مشكلة هتتحل في حياتك لو نجحت؟ كل حاجة. اصحابك اللي كانوا بيتنمروا عليك وانت مش عارف ايه هتحرق دمهم. الناس اللي وقفوا معاك وسندوك هتخليهم فخورين بيك ومبسوطين بنجاحك ومقدرين قيمة ذاتك. ليه بنقول كل الكلام ده؟ لاننا محتاجين نصنع قادة للمستقبل. قادة مش بس مجرد مدير ومسؤول، لا، قادة ناس عارفة تسوق حياتها، مش السوشيال ميديا وآراء الناس اللي حواليهم هي اللي سايقة حياتهم. أرجوك دي رحلة لمرة واحدة، عيشها زي ما انت عايز، عيشها واكتشف قدراتك اللي جواك.